انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو اللي جمعك مع الفنان المغربي سعد المجرد. اول شيء طمني، ايدك بعدها محروقه ولا طابت؟ الحمد لله طابت. لا في ناس قالوا طيب ليش ما مسكته يا جماعه؟ اول شيء نقدم، احنا مسلمين نقدم يدين باليدين اليمين. ثانيا انا ماسكه مخلي المسكه المريحه حقه، فانا صار حار، فهو انلهب، بقول له حار يعني اخذ يلا خلص. بعدين كان هو الحقيقه كان مبسوط عندنا. ولما جاء على فكره ترى قعدنا يمكن للساعه 3، وجانا الساعه 11 وقعدنا للساعه 3 ما يبي يروح حتى، يعني حتى كان عنده زياره ثانيه وتاخر على ناس ثانيين. قلت له كيفك مكانك ومحلك، كان مبسوط جدا. وعلى فكره بدي اسالك شو كان عم يعمل؟ هو جاي يزورني زياره حقي. يعني هل في تعاون فني رح نشوفكم فيه؟ هو زارني وبعدين بعد قعدنا لقينا نفسنا مشتركين في شيء. لما اشتغلنا قعدنا على فكره انا مسوي يعني القعده هاي صورنا فيها تصوير وايد صورنا، مو بالمشهد هذا، يعني المشهد هو حب ياخذه يعني من اصحابه صوره. بس عندنا يعني سجل لي اغاني جديده مو نازله بالسوق عندي، بس ما راح انزلها لي شخصيه يعني. وعملنا ايضا اغنيه قعدنا نتفاهم عليها. بعدين قلت له، كان يقول لي، وقلت له ايش رايك نعمل دوتو؟ قال لي ليش لا نعمل دوتو؟ قلت له طيب. فكلمني قبل بعد سافر طبعا، الحين كلمني امبارح قال لي، دز لي مسج في الواتساب قال لي انا كلمت الشخص اللي انت تبيه وجاهزين على اساس انه يعمل لنا عمل لي ولك، اللي هو تقسيمه معينه بفكره جديده مطبوخه لنا احنا الاثنين. سكوب اليوم على إلاف دويتو مغربي كويتي مع بلبل الخليج ومع سعد المجرد. فجت فكره انه قلت له طيب ما احنا ندخل يعني ايقاعاتكم على ايقاعاتنا، موسيقتكم على موسيقتنا، ما ادري شنو يطلع. فالافكار قاعده تتوارد كل شوي في فكره، وان شاء الله اللقاء هذا يصدر عن شيء حلو ان شاء الله. بلبل الخليج ما رح ناخرك اكثر.